وهذا هو الخطر. بالمقابل البطن الملآن لا يفهم بالجوع، الكرش الشبعانة ما كتفهمش في الجوع، وهذا هو الأخطر. الصيد العيد الكبير ان شاء الله ارتقبوا الاسعار والاثمان فين غادي توصل. وانا كنقول لكم راه ما غاديش ينزل اللحم على 120 درهم مباشره بعد العيد. المقهورين اللي كينزفوا الدم وكيغوتوا دموعهم نازله وما عندي ما ناكل وقهرنا الغلا، مواطنات شفناهم مغربيات كيتحدثوا على الغلا. السيد رئيس الحكومه معنا في هذا الفضاء، والذي لازلنا كلنا توق وامل وطمع ان نلقاك ونلاقيك فيه بشكل مواظب مستمر ومتواصل حتى نجنب الحكومه، وهذا حبا فيكم، تهمه الاساءه والانتقاص واهانه التعاقد الدستوري. هي مناسبه ايضا بغينا من خلالها نعبر عن افتخارنا واعتزازنا بالقرار الملكي الحكيم باقرار فاتح السر الامازيغيه عطله رسميه مؤدى عنها، واستحضار هذا القرار فضلا عن حمولته الرمزيه هو البعد الاستراتيجي ديالو، لانه عنوان لمصالحه المغاربه مع تاريخهم وتصحيح المقاربه الايديولوجيه لهذا التاريخ. وندعوكم السيد رئيس الحكومه بالتعجيل في تفعيله عبر تعديل بسيط في المرسوم المعدل للعطل وتبرير اختيار اليوم الرسمي. وانا كنوقف قدامكم سيد رئيس الحكومه المحترم مره اخرى، كيحضرني واحد المثل مغربي دارج كيقول جلسني جلست خوك وحاسبني حساب عدوك، وهذا كنايه على الصدق في الكلام والمحبه اللي كنكنوا لكم. اختيار موضوع الامن الغذائي اليوم في السياق اللي كنعيشوه هو في اعتقادي اختيار غير موفق، لأن عوض الأمن الغذائي أصبح اليوم الحديث عن الغذاء الأمني، بمعنى كنا نخشى على بطوننا من الجوع، كنا كنخافوا على كرشنا من الجوع، واليوم نخشى على أوطاننا من تبعات الجوع. كما قال أحد المفكرين، غادي تقولوا لي الله يودي الخير موجود في السوق، طبعا ما غاديش نختلفوا، ولكن بغيتكم سيد رئيس الحكومة تردوا فقط على المواطنين والمواطنات المعوزين المقهورين اللي كينزفوا الدم وكيغوتوا دموعهم نازله وما عندي ما ناكل وقهرنا الغلا، مواطنات شفناهم مغربيات كيتحدثوا على الغلا بشخ وقوه وسحر الشخصيه المغربيه، وفجاه كينهاروا بالبكاء امام عدسات الكاميرات. طبعا كما تقول الحكمه الكرش الجيعانه ما عندهاش الودن باش تسمع، والجوع لا ضمير له، وهذا هو الخطر. بالمقابل البطن الملآن لا يفهم بالجوع، الكرش الشبعانة ما كتفهمش في الجوع، وهذا هو الأخطر. جدودنا تعرفوا جيش المقاومة والتحرير، قوم معمر من أجل الحرية، واليوم خلقنا جيل جديد، جيل المقاومة، ضحايا التحرير، تحرير المحروقات، جيل يقاوم الغلاء من أجل البقاء. التحرير اللي نجحنا فيه في جميع المستويات إلا في قطاع المحروقات، فكيف نفسر هذه الأطروحات لشعب يعيش الويلات؟ الحقد المجتمعي وصل لدرجة أن مواطن مغربي، وأكيد أنكم سمعتوه، كيغوت بغينا الجفاف نموتوا كلنا بحال الكسيبة، وهذا كلام خطير سنوقفوا عليه. المغاربة عندهم يقين أن توزيع ثروات البلاد غير عادل، وأن الحكومة ما كتنتج الثروة، فقط توزع ما تبقى منها على المحظوظين والمقربين. توصفنا بالمعارضة المريضة، ويمكن غادي نفاجئكم هذا أول وصف كتوفقوا فيه، حيث بصح مرضنا، والله تمرضنا. حنا كنشوفوا خوتنا المغاربة كيتقطعوا وكيتهانوا تحت شماتة القفة وعوز الجيب وخيبة المائدة وترقب العائلة، وحناجرهم تصيح عاش الملك، بمعنى القوت الوحيد اللي بقى لهم هي الوطنية وحب الملك وحب تربة هذا البلد العزيز. بالمقابل أشنو قدمنا لهم لتقوية هذا الإحساس المواطن بعيد عن الوعود والتبريرات والطمأنينات؟ حالة هؤلاء المواطنين كتعكسها أيضا التقارير الأخيرة للمندوبية السامية للتخطيط. خلال 5 أشهر الأولى من هذه السنة وصل معدل الأسر اللي صرحات بالتدهور ديال المستوى المعيشي ديالها 85.3%، 85.3%، وهو أمر مقلق، وهذا الشيء ربما هو اللي كيدفع هاد المواطنين للبكاء في الأسواق أمام عدسات الكاميرات. بنك المغرب خرجنا من المنطقة الرمادية بالتأشير من مجموعة العمل المالي على نزاهته المالية، لكن بالنظر إلى مؤشرات المندوبية السامية للتخطيط، الحكومة خاصها تخرج ديال المغاربة من المنطقة السوداء للقدرة الشرائية. ومادام تقدمت سيد رئيس الحكومة بلغة الأرقام، فقط بغيت نتفاعل معكم بلغة الأرقام.
نبداو منذ البدايه. مشروع القانون الماليه ديالكم ديال 2022 كل المؤشرات اللي قدمته خاطئه ومغلوطه. معدل النمو وعدتم 3.2 نزل ل 1.5. قدرتوا السنه الفلاحيه ب 80 مليون قنطار، انتهينا ب 34 مليون قنطار اي بعجز ديال 67%. وعدتم بالتضخم في حدود 1.2%، تحولنا الى 8.3%. ارتفع التضخم وغاب التدخل. قلنا يمكن هذه عشان البدايه. جبتوا مشروع القانون المالي الثاني لهذه السنه وعدتم ب 4% كمعدل نمو. توقعات البنك الدولي كتعطيكم ما بين 0.5 و 1.5. توقعتوا 75 مليون قنطار، اليوم نحن باقل بكثير من 50 مليون قنطار. التضخم حددتوه في 2%. خاطرتكم من هذا المنبر السيد رئيس الحكومه قلت لكم راه مستحيل، او واخا تجيبوا ادم سميث ما غاديش تحققوا هذا الرقم، وكذلك كان. توقعات البنك الدولي اليوم ما بين 8 حتى 10.1%. كيفاش ربما غادي يصدقوا الارقام ديالكم سي رئيس الحكومه، لا حاضرا ولا مستقبلا. وعلى نفس قرع الجرس المخطط الاخضر كانت الاهداف ديالو طبعا السياده الغذائيه، تأمين المخزون الاستراتيجي، خلق طبقه وسطى في العالم القروي، وخلق يد عامله قدرتوها 1.5 مليون في افق 2020، مع انتاجيه اللي غتغطي ما بين 50% الى 100% من الاحتياجات ديال المغرب. الظروف المناخيه كانت مواتيه. متوسط تساقطات المطريه السنويه منذ انطلاق المخطط سنة 2008 إلى 2021 فاقت 450 ملم في السنة، مقارنة مع الفترة الممتدة ما بين 2000 و2007 واللي ما تجاوزناش فيها 360 ملم، بمعنى ظروف مساعدة كانت سبب إنقاذ المخطط. ضخينا الملايير فقط 16,000 مليار، واستنزفت الفرشة المائية بنسبة فقط 80%. السؤال اليوم شنو حققنا بهذه الكلفة المائية والمالية الفلكية؟ المحور الأول للمخطط كيتحدث على زراعة عصرية وزيادة في الإنتاج والصادرات لإدماج المغرب طبعا في الأسواق العالمية. مزيان. الزراعة حديثة كتعني التكثيف، لانتونسيفيكاسيون. الحديث عن التكثيف هو الحديث عن المكننة والبذور المختارة والمواد المتصلة بالصحة النباتية. النتيجة أولا ما تجاوزنا استعمال البذور 1,000,000 طن، والهدف كان هو تجاوز 2.5 مليون طن. إذا حققنا فقط اقل من 40% من الهدف. استعمال البذور المختاره ما تجاوزناش فيها 20%، وقبل المخطط الغريب اننا كنا كنفوتوا 16%. المكننه حسب الاحصائيات اقل من 8 ديال التراكتورات في كل 1000 هكتار. في مجال التحويل الدعامه الثانيه وعدتوا بتزويد الاسواق المحليه منتوجات ذات قيمه مضافه. ما حققناش الكثير في الاهداف. النموذج الصارخ هو بركان، وسعتوا المساحه من 80,000 هكتار الى 125,000 هكتار. انتقل الانتاج من 1.2 مليون طن الى ما يقارب 2.5 مليون طن. وجهتوا الفائض للتصدير. الرد جاكم من الفلاحه، تخلاو على الحوامض لانهم اعتبروا حتى حاجه ما دارت لا في التصدير ولا في التثمين. كنا كنصدروا نصف الانتاج من الحوامض، فاذا بالتصدير اليوم ما كيتجاوز 25%. سؤال اخر، اي انعكاس اليوم اقول للمخطط على الناتج الداخلي الزراعي بعد هذا الاستثمار العملاق؟ وما كرهناش السيد رئيس الحكومه تعطينا رقم محين، علما انكم وعدتوا، انتبهوا معايا، انكم تخلقوا نوع من الاستقلاليه. الناتج الداخلي الزراعي عن المعطيات المناخيه، وهذا كان تحدي كبير اليوم انتم كتهربوا منه. حسب المعطيات الاخيره المندوبيه الساميه للتخطيط، تراجع حجم التشغيل بقطاع الفلاحه والغابه والصيد البحري، وصل ل 247 ألف منصب. والاقتصاد الوطني فقد ما بين 2022 و 2023 280 ألف منصب شغل. فين غاديين؟ امام اول ازمه تبخر المخطط الاخضر لتحل محله اشكاليه الجامله كما سموها بعض الظرفاء، مطيشه بطاطا البصله الفلفله التي اعلنت العصيان والتمرد على مائده المغاربه المقهورين. حريق مرعب شب نيرانه طبعا في جيوب المغاربه بسبب لهيب اسعار المواد الغذائيه والمنتوجات الفلاحيه، يربح كل سلاسل الانتاج والقضاء على الحلقه الضعيفه اللي هي الفلاح الصغير والمستهلك البسيط. نتيجه مره اخرى خسرنا الملايير على الزراعه التصديريه لتصدير الثروه المائيه. رفعنا شعار تثمين المنتوج وانتهينا بالزياده في الاثمان. فكيف الحديث عن نجاح المخطط الاخضر بعد كلفته السورياليه؟ صحيح سيد رئيس الحكومه زرعنا 590 ألف هكتار من الاشجار المثمره، ولكن جزء كبير منها اليوم كيموت بسبب تدبير الماء. صحيح جزء من الازمه ما كنختلفوش له جذور جيوستراتيجيه، ولكن الجزء الاكبر هو صناعه حكوميه محليه والذي لا اساس له، لان كتقولوا احنا اليوم صبحنا امام حكومه تستورد كل شيء كالصوره الجاموس وقريبا ربما كبش الميرينوس. اليوم كل شيء كيعرف
انك نحتاجوا في العيد الكبير ما يقارب 5 مليون راس في العيد الكبير. الا ذبحنا هذا المخزوب المليون اللي عندنا اليوم مباشره، وانا كنقولها لكم اليوم مباشره من بعد العيد الصغير العيد الكبير ان شاء الله، ارتقبوا الاسعار والاثمان فين غادي توصل. وانا كنقول لكم راه ما غاديش ينزل اللحم على 120 درهم مباشره من بعد العيد. طبعا هضرتوا على الاستيراد ديال الرؤوس من الاغنام من برا مزيان، ولكن دوك المجمعين دوك الكسابه اللي علفوا ووجدوا شنو خديتي، كيفاش غتعاملوا معاهم؟ بمعنى كتقول لهم العام الجاي شي قريب ايضا انتظروه، العام الجاي غادي يزيدوا يديهم، لان غادي يخافوا في اي خطره غادي يتم الاستيراد وغادي يمشي المحصول ديالهم. اليوم خصو السيد رئيس الحكومه 1100 مليار للجيل الاخضر، ولكن كان طبيعي تقدموا الحساب عن مآل وملايير المخطط الاخضر، واللي السيد وزير الفلاحه كيفتخر بانه قطع الماء على تادله، وما ادراك ما تادله في زمن ما قبل المخطط الاخضر. وبهذا السلوك راه كنتوجهوا الى تحويل الجيل الاخضر الى نسخه ثانيه طبق الاصل للمخطط الاخضر بعدم التزامه باهدافه. طبعا غادي تردوا علينا بقاموس التبخيس والتيئيس ديال المعارضه، ولكن نقترح عليكم نرفعوا اللبس لترويج المغاربه، وادعوكم من هذا المنبر الى التوقيع على لجنه تقصي الحقائق حول حصيله المخطط ان كنا فعلا نريد كشف الحقيقه. ولكن ما غاديش تقبلوا كما ما قبلتوش مبادره تحقيق في غاز روسيا اللي بعد التشكيك في موجه ديال الاتهامات الموجهه للحكومه في هذا الباب، كونه لا عفوا ارجوكم بدون تصفيق، كونه كيتشرى بسعر منخفض والمواطن كيخلصوا بثمن غالي وما نفيتوش الخبر. تقدمنا كمعارضه بعقد هذه اللجنه ديال تقصي الحقائق، ما وقعتوش معنا، ما بغيتوش، اقترحنا عليكم نسحبوا هذا الطلب وشكلوا انتم اللجنه باش ما تقولوش كتزيدوا عليكم، ما قبلتوش ايضا. الغريب انهم ضحكوا على المعارضه وسخروا منها لانها فشلت في تجمع التوقيعات المطلوبه، صحيح، ولكن اللي نجحت فيه المعارضه هي من خلال مبادره قانونيه دستوريه في التجاوب مع نبض الشارع ومع اكتواء جيب المواطنين المغاربه. تقدم لكم واحد المجموعه ديال الاقتراحات ما بغيتوش، ما تجاوبتوش معنا وما خديتوا منها والو السيد رئيس الحكومه. اقترحنا عليكم دعم مباشر هذا العام اللي دخلتوا 40 مليار درهم كتحصيل ضريبي من جيوب المغاربه في وقت الازمه، باش ما عمرو دخل. ما كنعرفش انا شي حكومه دخلت 40 مليار بحال اللي درتو في السنه ونعاونوا بها الناس. الا خدينا واحد 10 مليار ديال الدرهم وعطينا لهاد المساكين، شنو غادي يوقع في ملك الله؟ 10 المليون ديال الدرهم من 40 مليار ديال 10 مليار ديال الدرهم من اصل 40 اللي خديتوها من المغاربه، اعتبروها. غادي تقولوا لنا يمكن ما عندناش القاعده اللي غادي نستهلكوا، خذوا اعتمدوا القاعده ديال 40. شكرا السيد الرئيس.